بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريسي رحمه الله. تسمليث ثيس ثلاثة ذاقي ذي الجامع مسجد الرحمة ثيرسثين عززقا تيزي وزو الجزائر. من باب التذكير خاصة في هذه الدروس الأولى لابد من إعادة بعض المسائل مزيدا من البيان. القواعد الفقهية أرقى وأجمل ما أنتجه العقل الفقهي في أمة الإسلام. القواعد كذا الروج إغري وضولاغ مسنون ذيث شرعيث أي غرد النيغ ذي الروج أخطر فكان غد القواعد فكان غد المختصرات المعتصرات. القواعد كذا غعيوننت باش نفهم ثمثال أما يوكدي الدوني ثنا سمثا أما ذين عن العبادات أما ذين عن المعاملات. القواعد الفقهية من خصائصها أنها تصح مرجعا للنظر في مسائل العبادات وفي المعاملات. فالقواعد الفقهية خلاصات للنصوص الفقه للنصوص الشرعية من باب التذكير مدنني مثلا أدنيني الضرورات تبيح المحظورات. هذه ما ذكرناها سابقا، الضرورات تبيح المحظورات. أدنيني المحظورات معنى الممنوعات أين لان الشرع الحرام معنى مثل الضرورة السؤال أين كني قلان ذي الحرام ذي يغال يجوز ذي يغال مباح يرفع حكم الحرمة ويحل محله حكم الإباحة. يرفع حكم الحرمة ويحل محله حكم الإباحة. مثلا أدنيني المسكن إخاما سان الحرمة لا يجوز انتهاك حرمة المنزل. حرام شرعا وحرام قانونا. حرام في قواعد الشريعة، حرام في قواعد القانون، حرام في قواعد الأخلاق. خامسة الحرمة. طيب متفاهمين. ولكن إذا كان ضرورة مثلا جماعة يمشيوا حتى يسمعوا الاستغاثة بوها يث الأعراض شعلت النار ورعني خمذي السولة شعلت النار في الدار وبعدين نسمعوا دعاء الاستغاثة يقول لك شعلت مست أبوها يث الأعراض. قولي لي برك واش ديروا؟ تقول لا حرمة المنازل لا يجوز انتهاك حرمة المنزل. أصدم كسر الباب أنقذ الأحياء انقذ الناس البشر. طبعا ما تروحش تخرج الأثاث وتسفق ضرا فريجي ديالك ذو فوتاي تسبق في البشر. والبشر كاين ضعاف البشر خاطر ذا هما درجات. كاين اللي يمشي على رجليه وكاين طفل صغير انزويري قرداني مشطاح ريش مشطاح كذا الى اخره. كي نسلكوا كاع البشر نروح المرحله الثانيه ننقذ ما خف وزنه وغلا ثمنه. الذهب الفضه اذا كان الى اخره الحاجات الغاليه الثمينه ما تساعد الوقت من بعد سوف غدا فريجيدير سوف غدا يوث. ماذا حصل؟
الأمر الذي كان حراما صار ماشي غير مباحا، واجبا، واجب الإنقاذ. آية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الذي يدفع الناس إلى البطولات لإنقاذ الأرواح. تلقى واحد في الجهاد يرمي روحه باش يموت، كما أخواننا الآن في غزة، الله يرحم الشهداء والله ينصر الغزاويين والفلسطينيين وكل من هو تحت الاضطهاد. أي غير الروح عزيزة، الروح عزيزة، الروح كل واحد عنده روح واحدة، ولكن إذا كان واجب يمدها في سبيل الله. يكون قواعد الترجيح. الانتحار لا يجوز، السويسيد. سورة النساء الآية 28 ربي قال: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حذاري. المحافظة على النفس البشرية أمر لازم، ولكن هذا الإنسان يقول كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال، الجهاد، وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بعد كيفاش ختمها ربي؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واحد يشوف واحد يستغيث في البحر يروح يرمي روحه باش يسلكه ينقذه، وقد يموت هو. وصرات وين واحد يروح يسلك لا واحد يسلكه، هذاك يسلك وهو يموت. التفضيون ذي قرمي يصغر البحر باش يدي يسلك ويا أثمث غير خدمن ذي لي بومبيي الحماية المدنية، وياما حصل ما حصل. علاش كل هذه الأمور؟ هي في قواعد، كاين قواعد تمشيه. المحافظة على النفس هذه كلية من الكليات الخمس، كلية المحافظة على النفس البشرية. لذلك لا يجوز إزهاق روح الآخر، ولا يجوز قتل النفس، إلى آخر ما تعلمون. ولكن كاين القواعد الفقهية تقول لك هنا دير هكا دير هكا دير هكا إلى آخره. إذن أدنو غالا لما ذا مني ذا شو يضرن ذاك الدينيض ذاك يغال يرفع حكم الحرمة. يعني واحد عطشان لم يجد ماء لإنقاذ حياته وما وجد إلا محرما، يفوذيون وريفارا مان وريفارا غيغي وريفارا يفكي وريفارا الجازوز وريفارا يطفي فاذنا مقران الشياضنا مقران، يجوز له. خاطر هنا يقول لك تغير الفتوى بتغير المستفتي، حالة بحالة بتغير المستفتي. الرخصة فردية وليست عامة. يا الله تنصفي يقول ايه كيني غير ماشي يجوز، يجب إنقاذ النفس، ولكن هذا الإنسان في الحالة يتناول القدر الذي يدفع به الهلاك عن نفسه. أغسد يفا الحرام أين حرم ربي سبحانه باش هذيك سفاذني هذيك المضرة في منيس يجوز هذه سو يوجب أي غير باش هذه الكثار ويحثيس ذا شو هذه سو كان القدر الكافي ذا كان. لذلك هذه قواعد الضرورات تبيح المحظورات، ولكن كان قاعدة أخرى الضرورة تقدر بقدرها. يعني أين لاقن كان لوطوبسي واحد مات وبعدين الطبيب يقرر أشيني لازم لوطوبسي، الوفاة فيها شك. العدوان على حرمة الميت لا يجوز، حرمة الأموات وين يموتني يسعى الحرمة. أمانة يجوز ذي الحالة يجي باش تبان ذات من أجل التحقيق. القضاء يأخذ مجراه، تخدم اللونكيت بالك شوي لان تزرى مامي من المخدم لوطوبسي، يعني
هذا التشريح بأمر من القضاء باش ما يكونش فوضى، لازم هذه لي بدي بأمر من القضاء، وبعدين الطبيب الشرعي يخدم الشغليس. لماذا اعتديت على حرمة الميت؟ لأنه يجوز. الضرورة هذه ضرورة تبيح المحظورات. أكيد في قاعدة ممكن نطبقوها في العبادات، في المعاملات، في كلش. نطبقوا على 10,000 مسألة، نطبقوا القاعدة هذه كما قلنا المرة اللي فاتت. والله راجل دوزروا قاعدة قانونية عامة ومجردة تطبق في جميع الحالات. الأدلة كاين. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 173: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي لا يتجاوز حدود الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ربي راه يقول ما عندوش الإثم. نروح لسورة المائدة الآية الثانية، ربي ناد فمن اضطر في مخمصة. المخمصة يعني شدة الجوع، اللوز نيام قران يلوز يفار الحلال يفاسي وين يحرم ربي أفيش عادي. أفيش كان القدر الكافي باش هذيك الهلاكين المضرة في منيس يناد ربي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني ممكن تجيب عشرات الأدلة من القرآن والسنة، ولكن القاعدة تختصر، هي خلاصة. أما كي كنت دينا في قلتني عدان السندو أدفغ فروش تبوذي، هذا هو. لذلك القواعد مهمة جدا حاليا. الآن لازم المفتي يحتاج إلى القواعد ذي الفتوى، القاضي يحتاج إلى القواعد، يحوج القواعد. بل كل إنسان في خاصة نفسه في حياته الاجتماعية الأسرية الاقتصادية كل ذلك يجوز. ندخلوا بعدين ماشي الآن، نذكروا بعدين بعض العقود الجديدة. هي ليست جديدة، هي قديمة ولكن جديدة في نظر كثير من الناس. لكن صيغة السلم تسمى السلم، عقد السلم، معناه بيع شراء آجل بعاجل. شراء آجل غير موجود بثمن عاجل. شنو يحبس راك تبيع وتشري حاجة اللي ما عندهاش وجود. نعم يجوز صحيح. الأمور المبيعات الأصل للإنسان بشكل سهل يروح للسوق، شحال تسوى هذه يتفاوض معه يشريها ويجيبها. هذه سواء يشري مثلا تراكتور جرار ولا سيارة ولا بقرة ولا سكنة راهي موجودة، سكنة أي حاجة. ولكن كاين حاجة أخرى، قادر تتفاهم مع واحد بصيغة عقد السلم وهي جائزة. هذا العقد والعقود الأخرى، عقد الاستصناع والعقود الأخرى، لا يمكن أن نستوعبها إلا باستحضار باستدعاء هذه القواعد التي تسعفنا على فهم المعاملة وإدراك أن هذه المعاملة صحيحة موافقة للشريعة. إذن القواعد الفقهية مهمة في هذا الساعة تزال ذم قرآن كنا قلنا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك الإمام الوشارسي. آخر قاعدة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، القاعدة الثالثة، هي القاعدة الموجود شرعا كالموجود حقيقة. شرحناها، هذه آخر قاعدة، الموجود شرعا كالموجود حقيقة.
ذكرنا أمثلة منها، قلنا مثلا الإنسان المفقود وجوده شرعي حكمي وليس حقيقي. مات إنسان وخلى أولاد، واحد منهم مفقود 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 مفقود. نهار اللي يموت هذاك باباهم كي نقسموا التركة نعتبره حيا، نعتبره حيا، يعني وجوده شرعي، لأن مازال شرعي، مازال موجود في نظري الشريعة، ماشي في نظرنا ما شفناش وراه ما كانشو. عنده 5 أولاد، 1 2 3 4 والخامس مفقود، نعتبره موجود، وجوده ماشي حقيقي، لا وجوده شرعي. الشريعة هي التي قررت له الحماية، وكذلك حفظت له الحقوق. قالت له انت يا راك غائب، راك مفقود، ولكن في نظر الشريعة راك موجود، وجود شرعي. من بعد نديروا الفريضة نعتبره حي، نخليو له حقه، ما خسرنا والو، ما خسرنا والو. نجاس الحقيس ميد يغال واقي روحان، يغال دو غريب يتشورد ثابورث ما يغالد هذا سنيني فافاك يموت أموريك كيتراجو ثان وخاميك ثان وخاليك ثان ثزمورتيك ثان يرحم ربي ذاين يموس نجارة شني الوعذاب وين يحضرن، الوعذاب وين يحضرن. يكون ثيم غارينا ثيك 900 ديال الارمينا ديال الغربة استجل الحقيس الزر ما كان غالب عجيز نتاوعنا يكون عنده وليدها في العسكر مثلا، ها ومازالوا 9 شهور باش يجي، والله راه في الغربة يقول لك اسجل غاموريس اسجل الحقيس هكا باللي راك موجود. طبعا كاين هواتف بيناتهم موجود، ولكن نتكلم على حاجة أخطر اللي هو المفقود. المفقود شرحناه، من لا تعرف حياته ولا مماته ولا مقر إقامته ولو، مع ذلك تجري عليه أحكام الشريعة تحفظ له الحقوق. لو كان ديروا العكس نقسموا غير بيناتكم نتوما ديتو كلش، نهار اللي جا يتشرد ثابور ثم كاس نخدم، كل واحد منكم يقول كيفاش نديروا. فهذا ضبرتي قراينون الديني مذاين خلني نفنات خلني كذا ذاين الله غالب نكون نحس فيك تموثض صافي مسكين كي تنغامي ثورت مي قبل هذا مثاغ فافا يموت يديرنا بالخبر وايض. ثقي الوجود الشرعي، الوجود الشرعي كالوجود الحقيقي، الموجود شرعا كالموجود حقيقة، إلى أن وبعدين شرحنا نهار اللي ترفع دعوى قضائية لاستصدار حكم بالوفاة الحكمية، حتى هكذاك ماشي وفاة حقيقية. القاضي حينما يصدر حكمه ماشي حكم، ماشي وفاة حقيقية. وفاة حقيقية كي تدفن واحد بيديك سنطلذي ونسيفها سنيك ونايفان يموت، وين كني غافن حذاري يزمر ديفان. كاين وقائع وين يبانوا بعد 30-40 سنة، على بالكم 30-40 سنة باش يبان، ماشي هذيك تاع 4 سنين، وهذيك باينه في القانون. تعرفوا في الظروف العاديه وفي الظروف غير العاديه، قانون 84/11 المعدل والمتمم شرحنا كل هذه الامور. ولكن كاين بعد صدور الحكم بالوفاه الحكميه من بعد يبان 30-40 سنه غادي يبان وين يغافنا كني. اذا هذه هي صافي ثقي قواعد فقهيه. ثم السكن نبذو القاعده 4. القاعده الرابعه انقلاب الاعيان له تأثير في الأحكام. انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام. اسمحتي أضيل في زورين الأصل أنها حلال. الأصل في قاعدة أخرى، كل قاعدة شو القاعدة؟ الأصل في الصفات الأصلية الوجود،
في المقابل: والأصل في الصفات العارضة الطارئة العدم. على بالكم قاعدة من القواعد قدر تشرحها في 100 صفحة عادية بالتطبيقات المختلفة. أعيد: الأصل في الصفات الأصلية الوجود. مثلا أظل نغ ثيزورين الأصل فيها الجواز، الحل. هي مباحة أو ماشي مباحة؟ أتشضاضيل، الله يبارك بصحتك. ولكن إذا انقلبت وصارت خمرا، كيف تقول باللي هل انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام؟ الجواب نعم. انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام. نهار اللي كان عنب سمي لظاظيل يجوز، اسمي بدل الصفة يغال ذين النظام، يغال كرمكم الله ذي الخمر أذ يغال حرام. صافي ننتقل من الحلال إلى الحرام. لماذا اختلفت الأحكام؟ لوجود انقلاب في الأعيان، لوجود تغيير في الأعيان، لوجود تغيير في الأعيان. مثلا الشيخ يفكاد وقف أرض، وقف حبوس، أرض حبوس، متفقين؟ ما معنى الحبس؟ معناه حبس الأرض لوجه الله على وجه التأبيد. أخلاقي يفكاثي وذم ربي من بعد أخلاقي وسند والرويس فنان ذيكس، فنان اسمي فنان ذيكس. من بعد مدة يونس والرويس أخيني أخلاقي أثاويخ أي غير خطر فنيغ فلاس، فنيغ فلاس داين صرفه فلاس شحال ثورة إلا قاسنك الصفاني للوقف أذ يغالينو ما تبغى ما كنت تخلصها كنت تخلصها ذايا كان أو تدا شحال المتراث أثنكثيل أسنخدم القيمة أدخلصها كال أذ يغالينو خطر فنيغ ذيكس ذاك يثول لازم نغلب وحدة على وحدة. يا إما سنا غاولي نتسا الوقف ني يروح تيدي فك ذا ذيري ما تنفك يقليلا غتنفك كندي على حسب النية، لأن شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. تنيض بلي وقف لله لفائدة ثم عمرت، لفائدة الجامع، نغلي فائدة الفقراء، نغ المرضى، نغ طلبة العلم، خلاص شرطك ينفذ أتنطبق. هل ترى أنفك الحقي والرويس يقفنان وأغدي يخلص الرويس أغدي يخلصن أكالني القيمة بوكال الوقف نغا سنيني أين يقفنان في الوقف ذي الوقف؟ الجواب هو الرأي الثاني. هذا سنيني والرويه كوني ثفنان في الوقف ولا تنسى ذا الوقف. أين كوي قفنان في الوقف ذا الوقف كونو يخدم كان النية تساوي من الحسنات وفرات. أكينا معنا نزات جور نزات يزمرين تنقلين كيف ولا تنقلين الظان وتسقل عضارة وتستيد ضارة أكرنو وتطلق ضارة ولا زمرني كل شيء يروح هذا يروح خطر يفنغ في الحبوس. ماذا نتفضل كذا شوية يظهر الانقلاب، يظهر التغيير، يظهر التغيير. مادام يظهر التغيير نتسى اسمي قفنا ميكني ميقفنا يصرف نغلا يصرف
أذريم صافي نورمال ما كيني ارثيد أذريميو ارثيد أذريميو سيدي هذا سنوش نتسرر والو أي غار خاطر أذريمني قلاني ينيك يغال ماشي ينيك خاطر تثنيطغ في الحبوس ثمثال تاقي تسعة غزال ذا مقران ذغا سلطون يوك ذي ثمورث الجزائر سومثا أين يعنان أخيال معمرين وثير هذه النقطة الآن الأوقاف التابعة للزوايا في الجزائر قاطبة الزوايا في معمرين عندهم أوقاف كثيرة وهذه الأوقاف تعيش حالة من الضياع هناك اعتداءات كثيرة على الأموال الوقفية على الأوقاف عموما وعلى أوقاف الزوايا خصوصا والرسالة موجهة إلى من يهمه الأمر إذن لابد من المراجعة موضوع إلى قد يفرو ذينمي بالمناسبة نفتح قوس قانوني شوية من هنا جاءت النصوص القانونية الكثيرة بدءا بالقانون 84/11 من المادة 213 إلى المادة 220 والقانون 91/10 وهو أول قانون عالج موضوع الأوقاف على وجه الاستقلال وهذا القانون معدل ومتمم بالقانون رقم 0107 والآن الجزائر ستشهد قانون جديد في هذا الموضوع بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 21/179 المنشئ للديوان الوطني للأوقاف والزكاة نغلق القوس كل ما يجي الجديد نأتي بالجديد للتعليق عليه إذن انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام الحكم من الإباحة من الحل إلى الحرمة من الحرمة إلى الحل من الفرضية والوجوب طبعا مع الفرق اللي موجود إلى الإباحة وهكذا ثقي قاعدة ثلاث قاعدة النظام القاعدة الخامسة ثقي تتعلق بالاختلاط مرثي الاختلاط يعني الأشياء الطاهرة إذا اختلطت بالطاهرة أو بنجاسة يتغير الحكم شو المعنى يصل القاعدة هيك اختصارا أدفكر الحاجة أشرنا إليها فيما سبق ولكن أن نفصل فيها قليلا الماء الصالح للوضوء لأن هناك كلمتان وضوء الضمة والفتحة كي يقولوا وضوء بالضمة هو الوضوء كي نتوضا نقاس قبيله اللوضو يا خاك اللوضو العملية يعني لوبيراسيون يعني ما تروح تتوضا وكي مقاس الوضوء عملية الوضوء بالفتحة هو الماء الصالح للوضوء ذا مان يصلحا الوضوء نمسفهم أكي نغتورة ذا شو ثنوا مان يصلحا الوضوء هذه الضمان الجواب صحيح كي نقول لك ما هو الماء الصالح للوضوء تقول الماء إذا قلت الماء فجوابك صحيح لأنه ما يمكن أن نطلق عليه وصف الماء هو الصالح للوضوء وهو الوضوء اتفقنا؟ لو كان نزيدوا غير شوية يروح كل نخلطوه باش نشرحوا القاعدة لو كان نخلطوا هذا الماء بسائل طاهر ذا يفكي الحليب
الحليب سائل طاهر، نخلطوه يولي هذا الماء يصلح للوضوء؟ الجواب لا. علاه؟ تقول تخلط، لأنه أصلا ما تقدرش تقول هذا ماء، لازم تقول حاجة أخرى. إلى قد هو ماء خليط بالحليب، سنض كان خليط ولا شي نحبس دين مادام يخلطك ذوين النظام، إذ غادي يغال السمحيي يبدل الحكم. سمحوا لي كيما يجي واحد مثلا يقول لك انا عندي 100 مليون نتاعي، معنى اسمح لي 100 مليون فيها رشوه، فيها الربا، فيها احبس كان دين صافي تتبدل الاحكام. انت قلت خالط، قلت هذا مالي، كي تقول مالي مالك، اما كي تقول هو مالي خليط بالربا، درت شويه الربا ماشي بزاف 2% 3% 3% من الربا، ولا تقول والله غير شويه رشوه، نقول كيه مال حبس، لا بد من تصفيه هذا المال. ولكن في الحليب في الماء ما قلناش تصفيه، لا بالك اسمحوا لي ما حبيش ندقق مليح، هذه مع الوقت نمشيو في القواعد نولي ندقق نعمق شويه شغل ما كان تقليب فمان. إلا وندا تغيظ سنة المتر هدفا ومان، إلا وندا 20 متر باش تفضى مان، إلا وندا 40 متر تفضى مان، ميلان ومان زركان بليلا ومان. وذاك من بعد تحواجض الإمكانات، تحواجض أين تحواجض إذا غفر من كذي القواعد قلت ولا مش ودني غذاك الخليط الماء نغ الماء لا يمكن تصفيته، خليط ذاين لا يصلح للعبادة، يصلح للعادة. أمان أني خلط ندي سويفكي شيني ذكرتني يتزمورت يجوز إثارة وكذا صلحا سير ديس الأحوال ينفعني وين نظن سير ذو ذميك ما تبغيض أباري يشري اللي سوا معليش غاس هذي قيم شو طيفك معليش مفهوم. ولكن المال لا، المال يمكن تصفيته، ثاقين بعد أدنو على الغرس إن شاء الله. إذن الماء متى يكون صالحا للوضوء للعبادة؟ حينما يطلق عليه وصف الماء. أما إذا اختلط بغيره لم يعد صالحا للوضوء، تسلب منه صفة الوضوء فيصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. والحديث قياس، لو كانت تخلط ثامن تاكد ذوامان كيف ثامن تاكد ذوامان ما خلط نصلحنا راه الوضوء اكو ذيغي اكو ذيكيل اين تبغي اكو اللي ياكل لا يجوز، ماشي لا يجوز للوضوء في غادي نيغ، خاطر تغير لونه، تغير طعمه، تغيرت رائحته كذا. سبحان لحكمة أرادها الله انه حنا كي نتوضاو يدين بعد مباشرة لهنا زوج مصفات، خاطر ممكن تتوضا في الظلمة يعطيو لك قرعة يبان لك هو الكازوز، كي تغسل ما تفيقش اليدين، كي ديرو هنا تفيق بلي كازوز هيا ريفيزي صح، زيد ولا هنا وممكن الفم ما يفيقش الريحة ومو تحبس هنا ماشي حتى تكمل الوضوء بعدين يقول كاروفير. يعني هذا في الترتيب نتاع هذه حكمة من الحكمة، نحن نعبد الله بما شرع أو بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لسنا مطالبين بتلمس الحكمة، هذا اجتهاد فقط يعني، وإلا ماشي مطالبين نتوضا وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عثمان توضا عثمان بن عفان بعدين قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يتوضا، أكيد ولا يتغلظوا كما الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، ذا كان ونتسنى راه غراكا نديرو هكا نغير ناخذ مكان غاكا في كذا ماشي شغل المهم نزل لكن الزول ذا كان نمس فهم.
إذن الماء المطلق، لذلك الفقهاء جميعا وفقهاء المالكية خصوصا، سواء صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني ولا ابن عاشر في متنه ولا صاحب المختصر الفقهي، قالوا كلام واحد: الماء الصالح للوضوء هو الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة. قيفرات بلا قيد ولا إضافة. وبعدين ذكروا أنواع المياه: مياه الأمطار أمن الهوى، مياه الآبار أمن الفيور، مياه البحار أمن البحر. وتعرفوا واش حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال نسى مالح، يسعى الملح صافي طعمه، لكن طعمه أصيل، ماشي ذي كاميون الملح يبوين ردين، خاطئ، أصيل. ذي سينا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أجاب أكثر من السؤال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن حينما قال الفقهاء الماء المطلق، الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة. ومن أنواع المياه المطلقة مياه الأمطار، مياه الآبار، مياه البحار، مياه الآبار، كل هذه المياه. ولا نذني تسيني ذي التجرة كلمة الصفة بحيث يجوز استوضاضيس إلى آخر هذا الكلام. طيب، إذن هذه القاعدة الخامسة. الآن نأتي إلى القاعدة السادسة: العلة سبب في تغير الأحكام. وعندها صيغة أخرى: الحكم متعلق بالعلة وجودا وعدما. الحكم متعلق بالعلة وجودا وعدما. ما المراد؟ أولا أدنيني ما معنى الحكم؟ الحكم الشرعي إما ديني حكم الإباحة يجوز، نغ حكم الوجوب واجب، نغ الاستحباب الندب، نغ الحرمة الحرام، نغ حكم الكراهة مكروه الواجب. ماذا العلة؟ ايش في المعنى العلة؟ العلة أصوليا هي الوصف الظاهر المنضبط المتعدي المناسب للحكم. ما معنى هذه القيود؟ كي تقول هذه علة بمعناه يبنى عليه الحكم. نعطيه مثال، نطرحه في شكل سؤال: هل يجوز ادخار لحوم الأضاحي؟ يا أخي قريب عيد الأضحى، قريب إن شاء الله يلقانا بخير. هل يجوز ادخار لحوم الأضاحي؟ شوية الله يبارك ليك وتلات أسيدي ذا قديذ أستخدم الملح تجهنا لما. هل يجوز أم لا يجوز؟ انتظروا الجواب. لا يجوز؟ يجوز، ولكن إلا وندا النبي عليه الصلاة والسلام يكالا، إلا وندا نهى عن ادخار لحوم الأضاحي. ملمي حينما أقبل الفقراء وسند الفقراء غير المدينة المنورة، الفقراء من بعد تصوروا قاذي الزلان ذبحوا الأضاحي يدخروها كذا، يدوا لها الملح وقاذني الفقراء والمساكين. منعها مؤقتا، نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، ذكر العلة من أجل الدافة. ايش معنى الدافة؟ معنى الفقراء نديوسان باش تشد الفقراء أذتشن إيه الليلان. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ادخار لحوم الأضاحي، مع انت تشد كاين أين يميت الزمرض الفاقة تفكض
يقللني مغفان وتفرار أكسوم في كذا تشناك مدن ذاكي العلة علة المنع علة المنع ذاكي العلماء عند العلل أنواع منها هناك علة شرعية منصوص عليها وهناك علة مستنبطة نعم لابد من تحقيقها بارك الله فيك هذه علة شرعية منصوصة وردت نصا بأساطير يسموه جرى لا إليك من أجل الدافة إذن ذلك المنع المؤقت تسمي إناياس سقواسا خدم ثارة وحرز ثارة كسو مني غرز ذات استخدم كذا وكذا الملح إلى آخره أي غر لماذا المنع حكم المنع متصل بعلة شرعية منصوص عليها وردت في الحديث ولكن بعد ذلك عادي يجوز يمكن يجوز ولكن الأفضل طبعا ما دام قريت العيد إن شاء الله بلي أحيانا ذي حظ كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنه يعني حظ للفقراء والمساكين ماشي شرط بالثلثة كما يقولوا لا ماشي شرط قال الثلث يوثو خام يعقالا اسمك سمني ويكريني وخرفيني التفضل ثلاثة ثيس ثلاثة يفنوي وثخام ثيس ثلاثة الزيار وقال دي غفرا ويس ثلاثة يمغفاني كليلا ماشي شرط تغط وزنوض ثلث المهم في كاسن الحظ اجو قالوا نسعرا السعون امور السعون الحق ذي الاضحيين اتفقنا يلا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن زياره القبور صح لماذا الان نقول هل يجوز زياره القبور تقول يجوز للرجال والنساء على فكره باش نزيل هذاك النقاش الذي لا أساس له على وجه القطع واليقين يقول لك الرجال يجوز يزوروا القبور أما النساء فلا لماذا الحديث هو الذي يرد فإنها تذكركم الآخرة صافي يرقزن أضروحنا الزيران ذي ثم قبرت وكذا دمكتين الآخر في الموت وكذا إيش غرتي لوين ساعة الإيمان يعني تفضل نعم هاتسان ما شاهو زرم ولا شو قوارن ذا رحم ربي قبيلي سينان زيك ثقرنيث تساكيث قرنيث ثالم مست قيم ذي الخالي على بالكم ما ولا قدناني مزورة ذا شو ديوسان دي القرآن سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا دائما في زيارة القبور النبي عليه الصلاة والسلام حينما منعها ذي الوقت لماذا؟ لحداثة الناس بالإسلام غاساكن دي جديد شمد الإسلام صافي يزمر القبور لان قبور الزعماء لان قبور كذا إلى آخره ممكن يديروا أخطاء عقدية إيمانية النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يحرز الإيمان نسن يحرز الإيمان نسن ذا كان الناس كنت نهيتكم عن زيارة القبور نهاها علاش نهاهم للسبب المذكور للعلة المذكورة لعلة أن الناس ممكن يديروا أخطاء ذي العقيدة ذي الإيمان ألا فزوروها خلاص جاء حكم الإباحة ناسخا للحكم الأول ثم ذكر أيضا العلة قال فإنها تذكركم الآخرة هذه رواية من رواية الحديث معناتها أمذر ما يروح سي زكوان ثم قبرت هذه يروح هذه زورة ما ذلك زعما صمتوث يعني ذي سسني فيك الدعوة الخير يوجدني ينزدغ انت مقبرت نتسا غادي مكتسيني ونواسا ولكن هذه اللي هذاكي يصاحي ساغ اف 1
ذاك يتراجو ولا كاين يزدغ ذاك، وهكذا. صافي ما دركاز ما تمطوط. ضح صحيح بالنسبة للنساء خاصة الزيارة اللي وين تكون المخالفات الشرعية ثم شيء آخر. المخالفات الشرعية ممنوعة على الرجال وعلى النساء. ممكن الرجال يرتكبوا حماقات ذينا ويجذب وكذا نخدم الأمور اللي تدخل في الشريعة ذينا لا تجوز تلك المخالفات التجاوزات. أما الأصل يبقى أصل، لأن الأصل في الصفات الأصلية كما قلنا هي الوجود. هذه صفات عادية هي موجودة. طيب نذكر حاجة أخرى، مادام هذه قاعدة مهمة جدا، باللي العلة إذن هي وصف ظاهر يعني ذين ديفانا ماشي ذين كفرن. أنا درك نشرح تعريف العلة، وصف ظاهر. جاب ربي نجيب المثال وبعدين نرجع للتعريف. خير، نجيبوا المثال اللي يعرفوه الناس كامل، مالقري والله غير استثقل باش نذكره، ولكن ممكن نذكر أمثلة في المعاملات ممكن ما نستوعبوهاش بسرعة. نروح للمثال اللي معروف. نقول لك العلة هي ركن من أركان القياس. القياس يسعى 4 الأركان، 4 تركيزين. يا أخي تعرفوا مصادر التشريع: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، القياس. من بعد كمل الآخرين: المصالح المرسل، الاستحسان، الاستصحاب إلى آخره. القياس هو مصدر من مصادر التشريع، له أصوله في القرآن والسنة. معناها العلماء مسفاهمين في الناس هذه لي كمصدر، لأنه الذي القرآن الذي السنة، ماشي معناه تجديتك. لماذا؟ لأن الأمور كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، وكذا صاحب الإحكام في أصول الأحكام الإمام الآمدي، وصاحب الذخيرة الإمام القرافي خاصة في كتابه الفروق، وصاحب الورقات الإمام الجويني إمام الحرمين الجويني. وكذا كيك نادي مسلينا قد قرا كثورة أدقارن قضايا الناس تتجدد لا حد لها. لذلك لابد. أما النصوص داين كيف النصوص خلاص، القرآن كيف داين، السنة داين، وانت راه غادي ينزل الوحي غادي ينزل خلاص. إذن النصوص متناهية. أما الأحداث الحوادث والمستجدات والمستحدثات لا حد لها. ما دام لا حد لها إذن لا بد من القياس. فقي من الأدلة العقلية التي ذكرها العلماء على مشروعية القياس. سي ليجيتيم، سي ليغال. إلى قضية لي خاطر إلى وجديد أدنفك. إذن أركان القياس لنا 4. إلى الأصل. ما معنى القياس؟ ديجا في التعريف. القياس تعريف الأصولي هو إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة. هذا هو التعريف. نروح الآن أركان القياس. إذن 4: إلى الأصل، إلا الفرع، إلا حكم الأصل، ثلا العلة التي بني عليها الحكم. 4 بالمثال يتضح المقال. يلا مضطرنا دناوي المثال في الخمر كرمكم الله خاطر يسهل. الخمر ذكر في القرآن، يفذر هذا ربي القرآن، يفذر هذا ربي سبحانه بنص تحريمي. ما تجيبليش النصوص التي نزلت قبلها فإذا ساعة تفسير نظام. ما تقوليش قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما تقوليش يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا قل للآية التي جاءت في التدرج التشريعي، لأنه من خصائص التشريع التدرج، يوث درجة بدرجة. ربي سبحانه لو أراد
لو كان يبغى غادي يحرم الخمر تيحرم سكوسه مزوارو، تيحرم راه يحرم بار ايطاب، درجه بدرجه. هكذا إن من ثمرات النخل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. كاش ما قال ربي حرام في هذه، ما قالش حرام. اشي قرا في زورين كذ التمر في كذاكي أن تستخدمي وين الهان دزفيف ذين الهان ذي الجو ذين الهان رزقا حسنا. ولكن ممكن في زورين ظل ذي يغاد الشراب يغاد الحرام. ها ما كدنا لي انقلاب يا اخي، ذكرنا انقلاب الاعيان له تاثير في الاحكام، خاطر كل قاعده مربوطه بالاخرى بشكل دقيق جدا. القواعد كل وحده اما تفورتيفي ثايض، اما تدعيون، اما تدفقن، اما تدقيد، اما تتسوسع، اما الى اخره. ركزوا معايا، بارك الله فيكم على هذا التركيز الجميل لانه مساعد جدا. نرجع إذن ربي سبحانه إن الخمر حرام، مفهوم؟ ذي أسمي كيف تقول آية ثقيل بعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخره. أبقى في الآخر فهل أنتم منتهون؟ ثاين في الدس دفرز كيف ووال. إذن الخمر هو الأصل. أشو اللي معنى الأصل؟ معنى ورد ذكره في الوحي، في الوحيين في القرآن والسنة. يفذريه ضربي ذكواليس، يفذريه النبي عليه الصلاة والسلام ذكواليس. معناه هو الأصل الذي نقيس عليه، وهو المقيس عليه، وهو المشبه به. تجيك جزء أنت الفرع. ما المقصود بالفرع؟ أي حاجة مشروب مش مليح يظهر في أي وقت. المشروبات المحرمة ونقيمة كان ذي الخمر، لا إلا وين إلا وجديد، إلا وجديد هنا لانت مشروبات يسوفغي سنتي دومذان يفكايس انتي اسم النظام سوف لا يشبح يا رقم داخل مثل دي غيركا اسيدي بابا. معنى الشرع دي ولا تسيكاداكي الحرام بلا ما بدات انت تسمح فيه. ما نذكرش هذه المشروبات الجديده نسمي الفرع الا حكم الاصل. اشيني الاصل ياخذ الخمر الشراب، ما هو حكم الاصل؟ دين الحرمه، دين شادين دين الكراهه، لا دين الحرمه. اما كاين اللي في الربا كيف الايه 275 من سوره البقره واحل الله البيع وحرم الربا. اذن الربا اصل، الربا اصل ورد اسما وصفا في القران وفي السنه. اذن هو الاصل الذي نقيس عليه، سيظل مشبها به. كل جديد في مجال المعاملات نقيسه عليه، خاطر مذكور الأصل أنقم كان ذي الخمر. إذن حكم الأصل ما هو حكم الخمر؟ دين حرام. أشينيغ ما حكم الربا؟ دين حرام. أشينيغ ما حكم البيع؟ دين حلال، خاطر بدينا وأحل الله البيع الدين حلال. ما حكم البيع؟ الدين حلال. ما حكم القرض أرطال؟ الدين حلال. آية الدين لأن ربي قال الديون يجوز. معنى شوية كان بثيذ الأصول ثقيذ الأصول بأوصافها الأصلية، بأوصافها الأصلية. الدين ثقيذ نمسفها يلا ثورا نروح صافي نبذرد الأصل الخمر. الفرع هو مشروب جديد. حكم الأصل هو الحرمة. العلة ذاكي نسأل لماذا حرمت الخمر؟ الإسكار. بارك الله فيك. الخمر يغرض الحرام. هل ترى الخمر محرمة لأنها سائلة تتزل؟ الدين ضميلا سائلة تتزل ولا ذمان الحرام وذمان كيف. أما الخمر ميغي كيف. طيب أشي نغلا حرام لأنها حمراء. وقيت تبدلك الله كل ثورة ياكل والله مصر شبي ربي تبدل لك كل نكون قرصة زقواغ يا خاك فلاحي كان الزقواغني
الزقوا يتسين دي تقرعت تزيزاوث يا خاكا مالوريزمون تنتسافر الريف العوانصر. هل يجوز باش نقولوا الخمر حرام لأنها حمراء؟ تقي لا تصلح علة. نقول لأنها سائل لا تصلح علة. ولكن الإسكار يصلح علة. لأن ربي سبحانه في الآيات يزرى باللي تجد السبب، هذا هو تجد العلة ماشي السبب، العلة. إذن وصف ظاهر مضاف، ولكن ليس متعدي. معنى هذا الوصف لا يجوز أن يكون محصورا على عين بذاته، لازم يقبل القياس. يلا نقول لك هل يجوز صيام الوصال؟ يعني صيام الوصال معناه تصوم في نهار وتزيد في الليل وما تفطر ما تسحر ما والو. هل يجوز؟ لا يجوز. ولكن سمحي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الوصال. هل يجوز القياس؟ لا يجوز القياس، لا يجوز، لأنه هو رسول، هو رسول صافي صفاته لا تتوفر فيك، لا يمكن القياس، هذا خاص به، خاص به. هل يجوز النبي عليه الصلاة والسلام تورثوا بنته فاطمة يورثوها؟ لا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. ماشي ممكن يكون مواريث وتنتقل من المورثين، ولكن وقالني خاطئ. ودي تسأل ولكن كان واحد ورثة شو دي جا سيدنا نوح، شو دي جا سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم. مشكلة. تصور مواريث الأنبياء المادية تنتقل. أمشي أنا نزلت لي فونتوزونشير ديجا هذا البشر، يا عجب هذا البشر تصديوني جاد حاجة ما تفهميش في غادي يسعوا القيمة اون فالور مورال. عشان ثقي اللوحة أنت تسوى 2000 فراك، مي بيسكي جا سيد الفلاني ثوال تسوى ماشي طاس واحد 70 مليار كان تقريبا. اي نعم. تصور حاجة أثر من أثار النبوات يتورث وبعدين يجي نهار يتقسم ولا يباع في المزاد العلني ولا. بلا ما ندخل في هذه الغموقات، نقول فقط بأن الإسكار علة صالحة لتتعدى إلى الغير، يمكن أن تكون هنا وتكون هنا، يمكن. لذلك نقول هذا المشروب الجديد الذي ظهر إذا توفرت فيه علة، هذه العلة نلحق حكم الأصل اللي هو الحرمة بالفرع، فنقول بأن هذا المشروب الجديد حرام. لماذا؟ لوجود العلة. ثلاث العلة قلان ذي الخمر. هذا هو باختصار هذه القاعدة. قاعدة النظم، قاعدة السابعة: الظن لا ينقض بالظن. ذكر الله اللي فات واحد القاعدة، القواعد في الظن، ولكن هذه جديدة. الظن لا ينقض بالظن. هو يسأل الإمام الونشاريسي، خاطر قلنا لكم منهجية المنشاريسي أحيانا يجيبها في شكل قاعدة، أحيانا يجيبها في شكل استفهام. هنا قال الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ مثلا أنتم رايحين في مكان جا وقت الصلاة، يا أخي تجتهدون في تحصيل القبلة، أندر نزل ولا بورطابل ولا جي بي اس ولا والو، اش تخدم؟ تجتهدوا، سلتو مثلا ثوث إلا تجتهدوا برك. وقيل 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 العبرة بغلبة الظن. الله أكبر. هو صليت الظهر بظنك، تزلت الظهر بناء على الظن، من بعد سميت بض العصر تولد هو خاطئ تغلظظ. وقيل وقيل ماشي هكا، وقيل هكا. هل يجوز باش تنقض؟ لا تنقض. الصلاة الأولى صحيحة، دخلت فيها بوجه المشروع، تزلظ صحة. في سناث ذا غزال على حسب الظنينك عادي، ما تبغى نقول تظلي تروح عند الظل، فثم وجه الله كما في القرآن. صافي الظن لا ينقض بالظن. على بالكم لو كان الظن الاجتهاديات كلها مبنية على الظنون،
على الظن. المفتي والقاضي أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في قضية في العام الماضي بطريقة، العام اللي بعده حكم في قضية شبيهة بناء على اجتهاده بحكم مخالف. قيل له: يا عمر، لما قضيت بما قضيت وقد كان قضاؤك في العام الماضي كذا وكذا؟ واش قال لهم؟ ذلك ما قضينا به وهذا ما سنقضي به. تفرق واحد، القاضي يجتهد، الحاكم يجتهد في العبادات ولا في الأمور الأخرى. الظن هو أساس الاجتهادات كلها. صحيح إذا كان هناك يقين، اليقين لا يزول بالظن، شرحناها، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ذكرنا في العبادات مثلا واحد كان على وضوء يقين، يتوضا خلاص راه متوضي، ماشي كل ما تحرك كرشو يقول وقت نروح نوضا، لا ما تخرج. والحديث تعرفوه شرحناه: حتى تشم الرائحة ولا تسمع صوت، ولا حياء في العلم. إذن علاش؟ باش الإنسان يكون مستقر. وهذا الاجتهاد من مقاصده، يعني المبني على الظن، من مقاصده الاستقرار، لا ستابيليتي، باش يكون الإنسان مستقر، ما يبقاش مضطرب صافي ذي عاش كان الظن، لا. وبعدين حالة بحالة، كل يوث مشى كنا وين تروح ما تخدم ثيليسة سين والله هنك كن ولغ شبي ربي الجدود كاسمي فضانك ثلاثة سنديه زين يا اخي ولاش اليقين. فلو كان الا اليقين ونحوج راه الظن، ولكن مادام في الظن مشي حالك، ماشي تضيع حياتك في انتظار اليقين، لا مشي. وحتى القاضي يقول لك اسمح لي، إما القضية نبقى فيها فقط 20 سنة باش نحكم فيها، نجتهد ونقرا ومازال ما قريتش مليح. شوف، إنما قرا الملف مليح، إذا كان الشهود اسمع للشهود، إذا كان المسألة تحتاج إلى خبرة شوف الخبراء، وبعدين يلا حسب القناعة نتاعك المبنية على الظن، وهذا القدر كافي. يقول لك تنفيذ الأحكام المبنية على الاجتهاد القضائي، ولكن مرة أخرى الشريعة تسمح بتعدد درجات التقاضي. معناتها ممكن واحد يقول عليه صافي نحكم القاضي الأول تريبيونال يفقد الجوجمون صافي ذاين، لكن لا، الشرع شي قاري يجوز أقلك وين دين القضاء ثقي مسألة إجرائية، الاجتهاد في الوسائل مسموح. خاطر ذا شو لا قاعدة النظام يقول لك الأحكام الشرعية لا تتعلق بالوسائل ولكنها تتعلق بالمقاصد. المقصود هو إقامة العدل، إن الله يأمر بالعدل، حبس كان دينا بالعدل، يلا يفرض الجوجمون تريبيونال وكي يعجب نورمال أرزيث روح لاكور تعدد درجات التقاضي طبقا للقانون 0809 ما عجبكش يلا طلع لاكور سوبريم يجوز. يبالك هذو ما طبقوش القانون، والمحكمة العليا هي محكمة قانون كما تعلمون. إذن ثقي أمر جائز دخل في الوسائل. تقول لي بكري يقول لك القاضي شريح ما عندوش درجة التقاضي. شريح القاضي عبد الوهاب البغدادي، هذوك القضاة نتاع زمان يريح في الجامع، وكان منهم عندهم مجالس القضاء، يجلس يجيو القضايا أدس الثلوفة أحكما، ثقي في فكال، ثقي في الثمور، ثقي في الزمور، ثقي في الطلاق، ثقي في التركة، ثقي في النفقة، ثقي البيع والشراء إلى آخره. ذين قلنا ذين إيمار سميس نظام القاضي الفرد أكي سميس يون القاضي كي ثلاث دونيث بعد الدونيث وغال تبدل ميم تخصصات زيك القاضي يفرون تاك ذي البينال ذي الكوميرس ذي الفونسيي ذي السوسيال كلش هو ميضركنا حضرك مستحيل. ذوك قاضي في الأحوال الشخصية زواج طلاق مواريث، قاضي مختص في الفونسي في العقارات، قاضي مختص في التجاري
قاضي مختص في الأمور نتاع المالية والجمارك والمال، على من أجل تحقيق العدل. دائما العدل، إن الله يأمر بالعدل. خاطر هؤلاء حينما تخصصوا يكونوا أقرب إلى تحقيق المقصد. صح ولا ماشي صح؟ أكن وغان دي سبيسياليست كليون ذي الدومينينس وقرثني عيونا باش يحقق العدل. خاطر طول طون يخدم الفونسي هذا هو ليكسبير. إما داوض ينسي الفونسي أتاويض الطلاق والله ما يفهم فيها ترنت، ما يفهمش. ممكن لك عنده شويه مي ما عندوش كيما ذاك اللي خبير في الموضوع. نفس الشيء مين في العلوم بكري الطبيبي يا اخي شفا ما نتساغ ذاك الشيء نتساغ سيد حانوت القهوه والسكر لا شفا يا اخي الجيلان نكون هكا اصوا داغ القهوه در نص السكر، در نص الكاطو، در نص اللي كاشي وقرو اسبيرين. ضربي غيصر نزريض يرنا محسوب وين يغرا هكذا فاهم بالك بيريمي ياك ربك صران. تصو ايماجين تاجر نتاع القهوه والسكر يبيع لك اسبيرين وتشربها وتموت بعد الشر عليكم، يدير لك روطوبسي وكذا يقول هذيك من بعد وهذاك مول الحانوت كاش ما يبقى له هو يموت في الحبس. والزمان الميثوره خاطي ثوره طاف جينيراليست من بعد الله يبارك لي ميدسان كليون سبيسياليست الدومين ينس. كلما تخصص الأطباء في مجالاتهم كانوا أقرب إلى معرفة المرض والتحكم في العلاج وكذا. ذا كان نغال ماشي نسوثور ميم ليكسبيريونس، لكن ماذا بك طبيب بولن يسعى 30 سنة ديكسبيريونس خاطر تزمرت لنا. نفس الشيء في جميع المجالات. في واحد الاستثناء ذكر العلماء في موضوع يقول لك هل بالنسبة حكم القاضي بالذات هل ينقض حكم القاضي؟ يقول لك نعم في حالات. الحالة الأولى إذا تبين له نص شرعي اغفل عليه، يقول لك نراجعه. من هنا يأتي جواز الاستئناف، ممكن اغفل عليه. وكذلك إذا خالف الإجماع. الحالة الثالثة إذا خالف القياس الجلي، وطبعا إذا تحتاج إلى بيان نكتفي بهذا. نروح الآن القاعدة الثامنة. القاعدة 8 ثناد نسى كيف طرحها الإمام الونشارسي. قال الواجب الاجتهاد أو الإصابة. طرحها في شكل سؤال. الاجتهاد الواجب الاجتهاد أو الإصابة. طبعا الجواب نقول الواجب هو الاجتهاد لا الإصابة. هذا بالمختصر المفيد. نحن أمرنا بالاجتهاد ولكن لم نؤمر بإصابة الهدف، نجتهد في إصابة الهدف وفقط، في تحصيل الحق وفقط. الاجتهاد شو معنى الاجتهاد؟ يفهم بذل الوسع، يعني يولد يخدم ثزمرثيس ذم كل شيء. نغالا طبيب يخدم ثزمرثيس يخدم دياغنوستيكي صحان باش تحلوظ شفا ذاك فوس ربي. اما صوت هذا يخدم ثزمرثيس كيبنوا سكون يلهان. ميكانيسيان يخدم ثزمرثيس باش تحرك طوموبيليه وهكذا. صافي كل يوم يجتهد في مجاله. المفتي ذا يجتهد في تحصيل وجه الحق في أمر الفتوى فقط يجتهد. القاضي يجتهد في تحقيق العدل. صافي في النهاية كلنا مأمورون بالاجتهاد، كل في مجاله. بذل الوسع. معليش باش نفهموها بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كي بعث معاذ بن جبل قاضيا إلى اليمن، يهضر يسقسا في شقايث ذا مش شقاينس إناس بما تقضي بين الناس، إناس بكتاب الله، إناس مثل غليد تمثال تجري فاسنيو هذا مقراشو دينا ربي القرآن
ذي القرآن. ناس فإن لم تجد، خاطر القرآن مازال يتنزل، مازال النبي عليه الصلاة والسلام أدي يتنزل في القرآن. إناس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما حمله معه من سنة. معاذ بن جبل إلا كنت النبي عليه الصلاة والسلام أين يقرفذ في الناس، إناس تسات تمثالتني مروا في غير هذه القرآن أروح غير السنة. إناس فإن لم تجد، وسينا راه دوغالغ نغسيني خاطيني، لا نغ يحكم بحد من الاختصاص خاطئ مباشرة. الناس أجتهد رأيي ولا آلو، أدخذ مغثز مرثي وأدخذ مغلاغي ولا أفرط، لا آلو يعني لا أدخر وسعا، يعني أدخذ مغثز مرثي. اتفقنا؟ صافي هو يجتهد. والاجتهاد أنواع، إلا الاجتهاد الترجيحي، معنى داويض اجتهادات العلماء أنت ترجح هذا الرأي للأسباب الآتية. تعرفوا يقول لك الرأي الفلاني الرأي الثاني، أنا أرجح. لماذا ترجح؟ تذكر الأسباب الحجج، يكون الترجيح بناء على الحجج. ويجي قرنس الاجتهاد الترجيحي، معنى هناك اجتهادات تأتي أنت المفتي أو قاضي أو حاكم أو كذا يرجح، أكين الرأي كيف رأي وياض ضرجح، بارك الله فيك كي قال لست قبيلي. إلا أنه عوايض اسميس الاجتهاد الانتقائي، وقي ذي غراك ذي شو ديجا ذي التراث الفقهي فينتقي ثورة يمكن العلماء نغنى ندولدي الفضراء مادام لن قايدين الجوزة السفغة تسادرين تنفع الفقراء عادي تفروحس. زكاة الفطر، علاش قلت لكم وأؤكد باستمرار بأن العلم هو العلاج الفعال الوقائي، فيه الوقاية وفيه العلاج، وقاية فاعلة وعلاج فعال. العلم كي يكون العلم ما يكونش عندنا مشاكل. نفتح قوس، لماذا في كل رمضان يكون عندنا المشاكل؟ ماشي غير في الجزائر، كاع في الأمة. على بالكم هذه علامة من علامات التخلف، علامة إمارة من أمارات التخلف في الأمة الإسلامية، أنها تبدد أوقاتها في هذه المسائل، وهي من الثراء الفقهي الكبير. أنت تضيع الوقت النار، أنت تمشاو بوريان ذي ثواشو تتمشاوني مولانا كنت دريانسن مولانا السفغن الفضراء تذريمث أكين سنفكي الفلاني يقللني مغفان وكذا أدي فغميس سورة الله يبارك ميس على الانترنت أسي نرجو كون وياك لا يجوز، لازم تخرج عينا من قوت أو من غالب قوت أهل البلد وتسكر القيرة والفقير المسكين تراجو من ما تكفوا القيرة. المشكلة القيرة دايما لو كان نخدم القيرة 40 سنة نحبس، 40 سنة من القيرة حبس، هذه ولا مثال؟ لا بسم الله ما شاء الله، والله لو هذا الموضوع والله ما نهضر عليها، فقط لازم لأنه في القواعد الفقهية باش نقولوا الواجب هو الاجتهاد وليس الإصابة. من اجتهد وأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر الاجتهاد. معنى الأجر إلا أين الإشكال؟ الاجتهاد الانتقائي، الاجتهاد وهذا اسمه الاجتهاد المطلق أو ماشي أي واحد يروح للأدلة للقرآن والسنة ويجبد هذا خطأ علمي منهجي فادح، إلا لمن كانت له المكنة ويملك الأهلية والشروط، شروط الاجتهاد معروفة مبثوثة في كتب الشريعة
بالأصول، أن يكون عارفا بالأحكام الواردة في القرآن، أن يكون عارفا بأسباب النزول، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، أن يكون عارفا بالأحكام الواردة في السنة النبوية، أن يكون عارفا بعلم الحديث، يعرف الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح، الصحيح لذاته الصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره، والحديث المقطوع والمنقطع والمرسل وإلى خدمة كبيرة. زيد أن يكون عارفا بأسباب الورود، أي أسباب ورود السنة، أن يكون عارفا باللغة العربية، يعرف اللغة العربية. الشيخ سعيد اليجري الفلسي يعفو ربي، سعيد يجر من كبار علماء الدنيا، لا قبائلي لا ألا نسيك زمر دي قار أنوي لا ريفيرونس تمزور دي تعرف ثانوة سيبويه هذا سيبويه يوض سعيد يجر الواحد يكسع الكوراج أشيني قال سيبويه وأقول أنا نسيند كدينير باش تصوض الدينير سعيد يجر يسال هم صاحب الألفية ابن معطي ذا كيف يا أخي نداقي يخدم ديال الألفية ينس مع أنت تجي تحوج لعثبة طاس أن يكون عارفا باللغة العربية، وأن يكون عارفا بالقواعد الأصولية. لم نذكر في يوم من الأيام وإن كان هذا في مسجد الشيخ الحداد عزازقة في كتاب من خلال شرحنا لكتاب تاج الدين السبكي جمع الجوامع. احنا ما قلنا علم الأصول أول كتاب ظهر هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وكتاب الرسالة كيغد تعطينا القواعد الأصولية التي تمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن الواجب القاعدة الثامنة الواجب الاجتهاد والإصابة، لا الواجب هو الاجتهاد والإصابة، لحديث عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه رواية من رواية الحديث، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحديث خرجه الإمام البخاري رقم الحديث 6919. إذن النبي عليه الصلاة والسلام غير تولي هاكي قال اجتهدث كل يوم ذو حريشيس ما يبوتي تسوى سوا أذغى الله يبارك يسعى سين لوجور مولاش يسعى يون اللاجر أجر الاجتهاد. من الأمور التي يذكرها الفقهاء في شرحهم القاعدة ليك مثلا أصناف المستفيدين من الزكاة شكون؟ شحال قلان؟ 8 أصناف. أندلان سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين. في ذلك الوقت بعض الناس يجتهدون يقول لك لا بد أن نحقق هل هذا فقير أم مسكين. تخمض لونكيت تزرد فقير مسكين من ما توض النتيجة لم يعدوا سواس من هو الفقير ومن هو المسكين. بعد تسنادي درجوا الزكاة راهي في يدي ما نعطيها لكمش حتى نعرف شكون الفقير شكون المسكين. الفقهاء يقارن خطيك شو لاقي فقير مسكين يا اخي كلاهما راه من اصناف الزكاة. لا تدقق، إذا أتيحت لك الفرصة لا حرج تصير تسيليك تصنط تميز فقير ما عندوش كاع مصدر ومسكين عنده راتب وما يكفيش مش عارف، ولكن يقول لك هذه لا تستحق الاجتهاد. المهم عن وصف، المهم تحقق الأوصاف باش يدخل في ضمن الأصناف التي تستحق الزكاة. وبعدين يقول لك هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد؟ هل يجوز نقض الاجتهاد باجتهاد؟ يقول لك لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإلا لاضطربت حياة الناس. لذلك من فوائد هذه القاعدة عدة فوائد. الفائدة الأولى أن تحفزنا على الاجتهاد. 2 لا تشترط الإصابة، ماشي أوبليجي تداول سوا تداول ديال السيبل، لا هاول سلايس
معاذ بن جبل إن أجتهد رأيي ولا آل خما كانت زمرتي ذايا كان. لذلك تسد قاعدة النظام الطبيب يقول لك ملزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية. شكون عنده كوراج يقول الطبيب شوف المريض هذا لازم يبرأ، يقول لك لا لا أنا ملزم ببذل عناية، أي أحترم الأصول الطبية. قد قدر لا ميدسين، قواعد لا ميدسين دايا الشفاء في يد ربي، لست ملزما بتحقيق غاية، الغاية في يد الله عز وجل. لذلك هذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة عندك أجر الاجتهاد. الفائدة الرابعة لا يجوز نقض الاجتهاد باجتهاد آخر، وإلا ستنقض الأحكام السابقة في مجال القضاء وفي مجال الفتوى، وهذا أمر لا يقبل، يرفع الاستقرار عن حياة الناس ويؤدي ذلك إلى الاضطراب، والشريعة تريد السلامة وتريد الاستقرار. يتجدد اللقاء إن شاء الله وقدر لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله.